هات يا محمد وريني. ها؟ هات هنا. تصور؟ ايه يا عم؟ ماشي. يا خرا شنو هذا؟ المبنى ده شكله تاريخي، حبيت اصوره لكم. يلا بينا. كاد غلق الشبابيك الجانبية للقطار للحفاظ على كفاءة عمل التكييف. مباني القاهرة. الله ارحموني. ربنا يخليك. سلام، معكم عبد الرحمن. النهارده يا شباب ممكن شكله متغير بدون النضارة شوية يعني، بس النهارده احنا رايحين القاهرة. يلا بينا نشوف هنعمل ايه. تعالى بقى. تعالى بدون اي مقدمات. طبيعي. ايوه، احنا نزلنا المنزلة ورايحين نركب. انا حاسس شكلي غريب قوي من غير النضارة. انا ما احبش اتصور اصلا، وهيبقى الراجل ده ما بيطلعش على اليوتيوب على التيك. اضحك محمد، اضحك 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 عبد الله، اضحك 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 يلعن، اضحك اضحك. انا ما بطلعش بالتليفون بتاعي، اطلع على اليوتيوب. ما بتصورش على تليفون. رايحين نركب القاهرة دلوقتي ونشوفكم بقى في الميكروباص ان شاء الله. اشمعنى انت وانا ده؟ حاسس انك هتوديني في داهية على فكرة. هجيبها دي. إنا كفيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلها آخر فسوف يعلمون ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. طبعا ميكروباص طلع رصيف. طب معانا إلى جامعة القاهرة. Thank you for using Kenro Metro. ركبنا المترو في اتجاه مشوارنا. الله ارحموني. ربنا يخليك. ودفع إحدى الركاب وغلق الشبابيك الجانبية للقطار للحفاظ على كفاءة عمل التكييف والحفاظ على درجة حرارة مناسبة داخل القطار. الرابع من إحدى الركاب وغلق الشبابيك الجانبية للقطار للحفاظ على درجة حرارة مناسبة حرصا منا على راحتكم. وطبعا لو انت اول مرة تركب مترو فدي هتفيدك جدا جدا يعني، هتعرف منها مكان المحطة اللي انت نازلها. مباني القاهرة. هنا زي ما انتم شايفين كل المباني شكلها مميز جدا.
زحمه. المبنى ده شكله تاريخي، حبيت اصوره لكم. يلا بينا. رحنا ناكل فول وطعميه. طبعا القاهره مشهوره بالفول يعني. جد لا حول ولا قوة إلا بالله، والله ما أعرف غير منك دلوقتي يا أبو حميد. حلويات يا جدعان. حتى محمد ورينا. حتى هنا صور. ايه يا عم؟ ماشي. يا خرا شنو هذا؟ قطع يا شباب، قطع. في الطريق إلى سيتي ستارز. في الطريق لسيتي ستارز. استنى كده اكد هي دي الادوار ولا لا. ونزلنا استراحة كده بعد حوالي نص المسافة. تعالى هنا جنبك. ايه؟ يا محمد حط لايك. الاصل طالما يعني طالما انت قول السؤال تاني. معلش يا شباب، ما عرفتش اطلع في الفيديو بتاع النهارده كتير، بس حاولت اوريكم الاماكن اللي هنا في المول. والله تعبنا جدا النهارده واليوم كان طويل جدا. سامحونا علشان ما طلعناش كتير في الفلوج وكده، فحاول اقول لكم كل الحاجات اللي احنا شفناها برضه باذن الله كفويس اوفر. وبس اشوفكم في فلوج جديد ان شاء الله. سلام. كان معاكم عبد الرحمن.